يا رب يكتبها، يا رب يكتبها. اهو حاضر. بص لو يا رب ابقى محجب. يا رب ما تكتبها عليا. ما تكتبها ولا اكتبها؟ ما تكتبها عليا. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اجمل مومز. لو انتي اول مره تشوفيني انزلي بسرعه اشتركي في القناه وما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك. ويلا بينا نبدا على لكل ست محجبه انتي احسن مني 100 مره. لكل واحده هي المحجبه الوحيده في شلتها، او هي المحجبه الوحيده في عيلتها، او هي المحجبه الوحيده في شارعها او في بيتها او في شغلها. اوعي تقلعي الحجاب، اوعي تقلعي الحجاب. انتي احسن مني ومن اللي مش محجبه 100,000 مره. كلمه حق بسيطه قالتها المذيعه رضوى الشربيني للمتصله اللي سالتها وقالت لها بقالي 15 سنه لابسه الحجاب وحاسه بالعزله وحاسه بالوحده وسط صحابي وسط المجتمع، اعمل ايه؟ اقلع الحجاب؟ فكان ردها البسيط الكلمات اللي انتوا سمعتوها دي، وإذ فجأة تتقلب عليها الدنيا ويتقلب عليها المجلس القومي للمرأة إن هي كده أهانت كتير جدا من البنات الغير محجبات، مع إن كلامها كان واضح جدا وصريح، وقالت لها أنتي أفضل مني. يعني هي مفيش واحدة هتغلط في نفسها، ما قالت لهاش مثلا أنتي حاجة وأنا حاجة، ما قالت لهاش كلام مهين، ما هانتش البنات الغير محجبات. ولكن برضو الدنيا اتقلبت وإنها ما ينفعش تقول الكلام دوت. وطلعت رضوى في فيديو تاني بتعتذر للبنات الغير محجبات ان هي زودتها شوية وان هي ما كانش ينفع. واللي فرحني بجد رأي كتير جدا من البنات الغير محجبات اللي طلعت ودعمت رضوى وقالت احنا فاهمين قصدها كويس وانها ما غلطتش فينا ابدا، بالعكس هي قالت الرد اللي كان لو اتسألنا نفس السؤال كنا هنجاوب عليه. صحاب الشأن نفسهم ما اتضايقوش وما زعلوش. الضجة اللي حصلت دي حصلت بناء على ايه؟ هل لو رضوى كانت قالت لها لها الحجاب لانه رمز للتخلف والرجعيه كنتوا هتاخدوا ضدها نفس الاجراءات؟ ياما كتير بنات محجبات بتتهاجم جدا، وكتير بيحسوا بالوحده والانعزال، وده الدافع وراء المتصله اللي سالت رضوى نفس السؤال، لان المحجبه او المنتقبه بقت بتحس بكتير جدا من الضغوط عليها، بقت بتحس ان هي غريبه وسط المجتمع. المفروض ان في حريه عقيده، المفروض ان منهجه هو الشريعه الاسلاميه، المفروض ان احنا بلد الازهر الشريف، المفروض ان احنا البلد اللي بنصدر للناس الاسلام وتعليم الاسلام وسماحه الاسلام. بقينا مش عارفين نمشي حتى بالحجاب. النقاب بقى وسيله او بقى ضد التحضر عند المجتمع. في اماكن كتير بقت بتمنع المحجبات، وما ينفعش انك تدخلي المكان ده عشان انتي محجبه، ما ينفعش تدخلي الشاطئ ده عشان انتي محجبه. كتير جدا من العوائق بتقف قدام البنت المحجبه. طب ما لو عايز تمنع الحجاب اللي هي حاجه بسيطه، غطاء بيتحط على الراس بس، مش عارفه ليه هو رمز للتخلف بقى عندكم. طالما هو بالنسبه لكم كده، امنع برضو التعري، امنع اللبس اللي لا يجوز اصلا انه يتلبس وبقى بيتنزل بيه. امنع ده وامنع ده لو انت عايز كده، ولكن احنا في بلد فيه حرية وفيه ديمقراطية، فالمفروض تسيب كل واحد يلبس اللي هو عايزه. بلاش نتحصر قوي كده. طبعا انا كلامي موجه للناس اللي هم عندهم عقم في التفكير، عندهم مش عارفة المخ بيفكر ازاي، ولكن تحية جدا لكل شخص وكل حد بيحترم حرية العقيدة، عارف جدا ومؤمن ان المرأة المحجبة زيها جدا زي المرأة غير المحجبة. الاتنين الاتنين عادي في المجتمع، ولكن مكانتهم عند ربنا لا يعلمها الا الله. احنا ما نقدرش نحكم على غير المحجبة ونقول اللي هي بتعمله ده غلط او اللي هي كده هتدخل النار او هتدخل الجنة. في نفس الوقت ما نقدرش نحكم على غير المحجبة، لان القلوب بايد ربنا، ربنا وحده اللي يقول ده جنة وده نار. طلع كتير جدا من الفقهاء في المجتمع، وطلعوا فلاسفة كتير وبيقولوا وكل آرائهم غلط. مين اداك الحق انك تقول دي هتخش جنة ودي هتخش نار؟ هل انا لما اتحمق على ديني ويبقى عندي غير على ديني، هل كده انا اكون متزمدة او متشددة في الدين؟ الدين يا جماعة الدين لله، ما ينفعش ان احنا ناخد آراء ونفتي بغير علم. وزي ما بنقول ان الفتوى في الاول وفي الاخر بترجع لشيخ الازهر او بترجع لمفتي الديار المصرية، فاحنا دلوقتي هنعرض رأي مفتي الديار المصرية عن الحجاب. يلا نشوف ما الحجاب، والحجاب هنا بمعنى غطاء شعر الرأس، فهذا أمر أمر به نساء المسلمين في القرآن الكريم،
وأجمعت الأمة على أنه أمر مطلوب. يعني الحجاب مثلا، والحجاب لا عندنا انا مش بهاجم الحجاب، مش صحيح. كويس انك اديتني الفرصه دي. انا بقول ان انا رايي ان الحجاب ليس فريضه. كويس. وفي شيوخ دلوقتي بيقولوا كده ولا لا؟ في شيوخ بيقولوا انه ليس فريضه. بيقولوا واجب. حصل. نعم بيقولوا واجب. ولا ماليش دعوه بقى بالواجب. انا هم كانوا بيقول لك ان ده لو ما لبستيش حجاب هتروحي النار. نعم. انا ما افتكرش ان ربنا يعني يستغفر الله العظيم كتير جدا اهانوا الحجاب ومحدش اتكلم، كتير جدا اهانوا البنوته الغير محجبه ومحدش اتكلم، وفيديوهات كتير عن كده وهعرضها لكم. عندك استعداد تقولي رأيك حول المحجبات ومنعهم من دخول بعض الفنادق أو بعض الشواطئ أو بعض البواخر والمطاعم؟ في أماكن ما ينفعش إنهم يروحوها، ومش بس قبيح، بيبقى شكله وحش قوي. فترة التسعينات دي فترة الانحدار التام. بدأ الحجاب ينتشر انتشار غريب فظيع مرة واحدة بشكل مخيف، ف3/4 الستات بقوا محجبات. دخل علينا الحجاب ثم الخمار ثم النقاب. فانت لما بتبداي تلبسي واسع وتبداي تلبسي جلابيه وتبداي تغطي على طول مخبيه وعلى طول حاسه ان ده حاجه وحشه وحاجه تكسف وحاجه فلازم اخبيها. المحترمه المحتشمه عندها خجل. طب ما تتحجبي. لا واتحجب ليه؟ طالما انت شايفه ما تتنقبي. لا واتنقب ليه؟ وشي ما فيهوش حاجه ان انا داري. ليه المرأة تغطى والرجل لا يغطى؟ لا، ما شيء غريب جدا. يعني أنا ليه ضد الحجاب؟ لأنه ضد الأخلاق. متى يمكن أن نرى إيناس الدغيدي ترتدي الحجاب؟ يا رب ما تكتبها عليا. ما تكتبها ولا اكتبها؟ ما تكتبها عليا. اصل ممكن يكتبها بقى وتلاقوا ناس الدغيدي بالحجاب، بتبقى صعبه قوي. وده كان رأي كتير جدا من الفنانين والمشهورين عن الحجاب وعن البنات المحجبة. ما حصلش عليهم الضجة الجامدة دي ليه؟ ما تحققش معاهم في الإهانة اللي اتوجهت للبنات دي ليه؟ الإهانة اللي اتوجهت للبنت المحجبة من خلال كلامهم ليه ما حصلهاش وقفة؟ مش احنا برضو في بلد حرية؟ مش احنا في بلد ديمقراطية؟ فأي بنت محجبة رسالتي ليكي، اوعي تضعفي، اوعي تحسي بالعزلة في المجتمع، اوعي تحسي بالوحدة، خليكي قوية. والبنت الغير محجبة كل الاحترام ليكي وكل التقدير ليكي، سواء لبستي الحجاب او ما لبستيش غير الحجاب فانتي مكانتك عند ربنا. انا ما اعرفش ايه اللي ما بينك وما بين ربنا، جايز انتي بشعرك وتكوني افضل مني عند المولى جل وعلا، ولكن انا بكلم النهارده البنت المحجبة. اوعي كلمة حد تأثر فيكي، اوعي كلمة او تعليق وحش يخليكي تتراجعي وتحسي ان انتي غلط. انتي لو موجودة وسط ناس كلهم غلط وانتي مؤمنة باللي انتي عايزاه وبتعملي حاجة صح، اوعي تتراجعي، ربنا يقويكي، وبإذن الله هنجتمع قدام المولى جل وعلا وهيجيب لكل حد حقه، سواء محجب اتغلط فيه او غير محجب واتغلط فيه. ولكن حبيت اوضح المسألة من رأي الدين، وحبيت اوريكم الرأي والرأي الاخر، واوريكم احنا ماشيين على فين. اتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، والأول مرة بطلب منكم انكم تشيروا الفيديو النهاردة على اوسع نطاق. عايز الفيديو ده يوصل لكل بنت سواء كانت محجبة، ممكن تكون رسالة ربنا ليها او طبطبة ليها. لكل بنت غير محجبة نفسها تعرف حكم الشرع في الحجاب. لكل بنت غلطت في حق بنت محجبة تعرف ان هي كده جرحت مشاعرها قد ايه. لكل بنت عامة سواء محجبة او غير محجبة نكون جمعنا قدامها الرأي والرأي الآخر، وعرفت الحرية فين وعرفت احنا ماشيين على فين. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك، وما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مع السلامة.